السلام عليكم. زي النهارده من 1084 سنة كان الفاطميين بيصلوا الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر على المذهب الشيعي. تفتكروا ده حصل إزاي؟ بعد ما الفاطميين دخلوا مصر وبنوا مدينة القاهرة تم بناء الجامع الأزهر سنة 970 ميلاديا، وأقيمت فيه أول صلاة جمعة يوم 7 رمضان 361 هجريا. اتعرف الجامع في البداية باسم جامع القاهرة، ولكن بعد كده اتغير اسمه للجامع الأزهر نسبة لفاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الجامع في الأساس اتبنى علشان ينافس الجوامع السنية زي جامع عمرو بن العاص، وبقى مركز أساسي لنشر وتعليم المذهب الشيعي في مصر، لحد ما جه صلاح الدين الأيوبي وقضى على الدولة الفاطمية وبدأ ينشر المذهب السني من جديد. في سنة 1171 عطل صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، وفضلت معطلة لأكتر من 100 سنة لحد ما عادها السلطان بيبرس في عصر المماليك. علشان تكون بكده انتهت علاقة الجامع الأزهر بالشيعة، وبداية قصة جديدة تحكي ازدهاره كمنارة لتعليم الإسلام على المذهب السني وتصدره للزعامة الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي. وبس يا سيدي، دي كانت قصة النهاردة. كان معاك أنور أفندي، وأشوفك الزيارة جاية.